هاد الدري حتى بدا كيدير بلاصتو في السوشيال ميديا وبدا كيدخل شويه مصايرف، وفي الوقيته اللي كان يلاه سنا عقد بالملايين مع شركه كيك، واللي كان نقله نوعيه بالنسبه ليه سواء ماديا سواء معنويا. غيدير واحد من اكبر الاغلاط في المسيره ديالو من بعد الاستهزاء بالقران، وبحكم ان المتابعين ديالو الاغلب فيهم مراهقين فما عطاوش الموضوع اهميه، وقدر الياس يسلك منها، واللي انا كنظن كون دارها شي شخص اخر ما كانش يسلك. ولكن الياس قدر يعتقل الموقف ويصحح الغلط اللي دار، ولكن اللي ما كانش عارف هو انه من بعد هادشي مباشره غادي يطرى ليه واحد من اكفس المواقف في حياته، واللي غادي يخليه بكل بساطه يخسر المسيره ديالو. الشهرة سيف ذو حدين، لا مشيتي حتى تشهرتي وما عرفتيش كيفاش تجيري الموقف فكون اكيد غادي تغرق. نفس البلان طال بزاف د المشاهير في العالم، واللي ما بين الليله وضحاها تشهروا، واللي الاغلبيه فيهم ما عرفش كيفاش يتعامل مع الشهرة، لانه فاش كتشهر كتولي تبان الناس انت هو داك الشخص. انت هو داك الشخص بهذا المعنى، انت كيطلع لك الايغو ديك الساعه وكتولي تخيل راسك صافي انت هو المخلص. وخصوصا الا كنتي في المغرب، فهنا كيبدا تبيع العجل، الناس كيبداو يعاملوك كاله، وانت كيبدا يتخيل لك راسك كاله. هنا فين كيسبك سيد نظارات، كتمشي كتصالخو كتصور فيديو باش المتابعين ديالك يعرفوك علاش قاد وباللي انت هو السبع وانت اللي حاكم. هادشي كون طرا في شي بلاد اخرى كان ممكن نلقاو ليه شي تخريجه، ولكن طرا في المغرب واللي اصلا كلشي كانت خاصه ليك غير السبه، واخا يبان لك باللي الشعب كامل معاك في واحد الوقت كون اكيد غدير الغلط كلشي غادي يولي ضدك، لانه فاش كتطلع كلشي كيبدا يساينك غير امتى طيح. هذه هي الثقافه ديالنا حنا كعرب وكمغاربه، ما يمكنش تحيد بنادم من راسو الا من رحم ربي. واخا يبان لك باللي كلشي كيشجعك وكلشي معاك، فراه ما بين الليله وضحاها كلشي يقدر يولي ضدك، لذلك خاصك تعدي راسك بكل بساطه. دونك ما علينا، في هذا الفيديو غندويو على كيفاش دمرات المسيره ديال الياس، وكذلك كيفاش بسبب هذا الشيء خسر الملايير وخسر فلوس اللي كانت تقدر تبدل ليه حياته. اصل ديال المشكل تحريف القران بدايه الصراع، فين هو الياس وبشحال غادي يتحكم. كاين واحد المقوله قديمه تقول دروب المجد تؤدي الى الضريح. الياس ماشي هو اول واحد كيطرا عليه هادشي في المغرب الاخوان، الياس فقط تتم لداكشي اللي كيطرا في الويب المغربي. هادي ولات عاده تقليديه، فراه اي واحد كيدير البوز بالمعيور والضحك غالبا كتكون النهايه ديالو في السجن. والامثله عديده، فراه السيده ناعمه واللي كبيره في العمر النيت دوزات الحبس بسبب هادشي، وكل هذا راجع للجري وراء المشاهدات وتبيع العجل اللي كيدير الجمهور لهاد الناس، بحكم انهم كيكثر عليهم الدق والجمهور هو اللي كيولي يفكر في بلاصتهم. بحال هادشي اللي طرا لإلياس، كلشي بدا تيقول له سير عطي الخوله وكذا. المهم راكم عارفين هادشي كامل راجع لحب الناس للشهره والظهور، ناهيك على المداخل الماديه اللي كتجي مع هادشي. فلهذا ولاو الناس ما عندهمش مشكل يدخلوا للحبس كاع ويخسروا صورتهم الى الابد. زائد ان الشهره كتعطي للشخص احساس بالسيطره وانه غير هو اللي كاين وتا واحد ما يقدر عليه. العواقب ديالها وخيمه الا ما قدرش المشهور يسيطر عليها، وحسب قول السلف بحال الامام احمد بن حنبل رحمه الله لقد بليت بالشهره. وكذلك عندما قال الامام المارودي رحمه الله سمعت ابا عبد الله يقول من بلي بالشهرة لم يأمن أن يفتنوه. وكاين العديد من الحكماء والأئمة اعتبروا أن الشهرة بلاء إلا ما كانتش غتنفع مولاها. الصراحة هادشي ما كيوقعش غير في المغرب، بل كيطرا في العالم كامل. بحال واحد اليوتيوبر مكسيكي سميتو جيرما لويرا، واللي كان كيدير فيديوهات تحفيزية ولكن ما كان كيربح منهم والو، وكان كيتعرض للتنمر من الجمهور. كلشي كان كيقول ليه انت ما عندكش الفلوس وباغي تورينا كيفاش نديروهم. ما يمكنش. الفيروس خط فاق واحد الصباح قرر يخطف واحد السيده وطلب فديه ديال 100 مليون. طبعا هذه هي الفكره اللي وسوس له بها الشيطان باش يدير الفلوس، وهادشي كامل بسبب التنمر ديال الناس. المهم من بعد يومين الويره غادي تشد ويتحكم عليه ب50 سنه سجنا نافذه، وباقي تيدوز فيها لحد الان. ورجعوا لإلياس واللي المسيره ديالو بدات بالافلام القصيره مع سيد نظارات، هاد اللعيبه واللي راه ما عارفاش بزاف، وهذا الشيء علاش اصلا وقع هذا الشيء كامل. فمن بعد ما إلياس بدا كيتشهر شويه وبدا كيدير لايفات في انستغرام ومشى في طريقه بوحدو. سيد نظارات ما عجبوش الحال، بحكم انهم بداو بجوج كانوا كيبانوا في شوف تيفي، وحسب قول سيد نظارات انه هو اللي كان كيجيب إلياس لشوف تيفي. فبما ان إلياس بدا كيخدم على راسو وسيد نظارات بدا كيتنفى شويه بشويه،
ما غيعجبوش الحال وغيبدا حتى هو يدير فيديوهات راسو. ولكن الصيد ديال الياس كان دائع شويه بحكم حس الدعابه اللي كيتمتع بها. مرات الايام انقطعت العلاقه بيناتهم وديك الصداقه تحولت العداوه. وهنا سيد نظارات غادي يبدا يكلاشي الياس، والياس غيبقى يرد عليه مره حتى سيد نظارات غيدير واحد السلسله من الفيديوهات كيذكر فيها اسرار الياس الشخصيه والعائليه. ومن بعد سيد نظارات غادي يعيق على الياس، وهنا كلشي غيبدا يضغط على الياس ويبقى يقول ليه جاوب خونا جاوبوا. ولكن بحكم ان الياس كان يلاه وقع مع كيك فكان باغي يبقى بعيد، حتى لواحد النهار اللي سيد نظارات غادي يخرج ليها نيشان. والصراحه الياس غادي يورنيه، ولكن مع ذلك غيبقى يحك عليه ويبدا يقول عليه شي حوايج ما كاينينش اصلا. هنا السمعه ديال الياس غتبدا طيح شويه بشويه، وبما انه انتقل للستريم في كيك فحتى المشاهدات نقصوا، وما كان عند الياس حتى بلاصه فين يدافع فيها على راسه من غير قدام البحر ديال الجديده فين واحد الصديق ديال الياس وسيد نظارات في نفس الوقت غيقولوا ليه اجي نتلاقاو، حتى غيتفاجئ باللي معاهم الياس، غيتعداو عليه وغيصوروا فيديو من الفوق والياس غيلوحوا في انستا باش الناس يشوفوه، ولكن سريعا ما غادي يدارك الغلط وغيمسحوا. لكن الفيديو ديجا كان انتشر كالنار في الهشيم. المهم الامر وصل للبوليس، سيد نظارات غيكون عنده الدليل واللي هو داك الفيديو اللي لاح الياس النيت. دونك الامر راه باين. دونك فين هو الياس دابا؟ واش تشد ولا لا؟ شنو واقع؟ شنو التطورات اللي وقعوا في القضيه؟ فين هو سيد نظارات حتى هو النيت؟ المهم ما علينا، الدراري اللي كانوا مع الياس في الفيديو كاملين تشدوا، سيد نظارات حتى هو تشد لانه من مور ما وقع هذا الشيء خو الياس رفع قضيه على سيد نظارات بالتشهير، زائد ان خو الياس حتى هو تشد وتحكم عليه بشهر. سيد نظارات مازال ما حكموا عليه، الياس صراحه حتى واحد ما عرفوا فين مشى، واش تشد ولا لا حتى واحد ما عارف، ولكن على ما تيبان لي ان سيد نظارات خاصو يتنازل الياس باش خو الياس يتنازل لسيد نظارات باش سيد نظارات ما يدخلش للحبس. المهم شي كومبليكي شويه الخوت. الياس لكان هارب غالبا غيتحكم غيابيا، وتا سيد نظارات على حسب ما شفت انه ما مستعدش يسمح ليه، وكنتمناو يسمح ليه لانه تا واحد ما يبغي لخوه الحبس، زائد ان القضيه ولات راي عام ولا تحكم الياس فغالبا غيتحكم عليه ما بين 2 و8 سنوات هو والدراري اللي كانوا معاه. نتمنى هادشي ما يوقعش، نتمنى يتحل المشكل وترجع المياه المجاريه، حيت لا جينا نشوفوا هادشي كامل من الفوق فراهم غيجوا صحاب وقع بيناتهم مشكل وبجوجهم غلطوا. دونك من الاحسن واحد يسمح للاخر يتحل هادشي، لانه بسبب هادشي كامل اللي وقع الياس خسر فلوس اللي كانت تقدر تبدل ليه حياته. فمن بعد ما وقع مع منصه كيك 3 اشهر بمبلغ محترم، هذاك العقد كان فقط للتجربه، وغالبا كون بقى الياس موراها كان غيسيني عقد ممكن يمتد حتى 3 سنوات، واللي كان اقل حاجه غادي يشد فيها هي مليار سنتيم، بحكم ان هذه المنصه مولا هو مول منصه خاصه بالقمار، واللي الفلوس النيت اللي كتدخل من ديك الجهه كيستثمروا منها في كيك، ناهيك على انهم كانوا وقعوا مع ديال روث بكثر من 100 مليون دولار اي 100 مليار سنتيم. الياس ماشي هو اول واحد غيهرس الكارير ديالو بيدو في العالم، فراه كاينين بزاف د الامثله د مشاهير كبار خسروا كلشي ورجعوا للصفر، بحال فيتالي هاد اليوتيوبر الامريكي واللي كان مشهور بالمقالب وكان غادي مزيان، حتى خرج واحد النهار وقال لهم ان ما بين كل 10 المقالب كيصوروا 5 منهم كيكونوا تمثيل. هنا كلشي غيكا عليه، وبما ان امريكا فيها ثقافه الكانسل بمعنى اي مشهور كيدير شي غلط